وأقيم الصلاة. هل ترتيل المرأة للقرآن أمام الرجال أو على أسماع الرجال ولو بالتليفون، ولو أن تسجله مقطع صوتي؟ الآن أكثر المرأة تلبس ما يسمونه الحجاب وتكشف وجهها، وقلنا المسألة خلافية، وإن كنا نرى وجوب تغطية الوجه وتضع المكياج، هذه والله ما هي مسألة خلافية، والله ما هي مسألة خلافية، والله حرام. يتبرجن بالزينة سواء قالت مكياج خفيف ولا مكياج ثقيل، وترسم عينيها، قالت أنا ما وضعت شيء بس رسمة، وتحدد شفتيها بنفس لون الشفة لكن تحدده. هذا والله يا أخوة حرام. يغشون بنات المسلمين، يغشون نساء المسلمين. الوجه الذي قال بعض أهل العلم بكشفه هو الوجه المعتاد الذي ما عليه زينة. أما التبرج بالزينة فحرام. الآن يخرج بعض بنات المسلمين وقد وضعت الزينة على وجهها وتقرأ القرآن بصوت رخيم، وللأسف اليوم يقرؤون بلحون المغنين، وهذا يجمع السلف على منعه، أن يجعل القرآن كالغناء، على طبقة الغناء، على لحن الغناء، حتى أنهم يشيرون إليهم بحركات الغناء. حرام. أطبق السلف الصالح رضوان الله عليهم على منعه. وتأتي البنت ربما بنت 18 ربما بنت 20 وتقرأ القرآن ومصور وينشرونه. الله، الصوت الرخيم، صوت لن تسمع مثله. أعوذ بالله، ماذا بنا؟ شيخنا الشيخ صالح الفوزان لما سئل عن إخراج أصوات النساء في تلاوة القرآن في إذاعات القرآن قال ما يجوز، وبلغوهم أن هذا ما يجوز، لا صورة ولا. طيب، هل يدخل ترتيل القرآن في صوت المرأة الممنوع أم أنه يدخل في صوت المرأة المسموح؟ نص كثير من الفقهاء على أنه يدخل في صوت المرأة المحرم، فيحرم عندهم على المرأة أن ترتل القرآن على مسامع الرجال الأجانب. وأما القراءة العادية بدون ترتيل وتليين صوت وتغن فلا بأس بها عند الحاجة، كأن تقرأها المرأة على شيخ من وراء حجاب. قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي. أما، اسمعوا كلام الشيخ، أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار والمد، وهذا هو التجويد، ويأتي قوله عليه السلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، إذن هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن. قال: فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقا، سواء بواسطة الإذاعة أو بواسطة التليفون.